طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الموضوع بتاع العنصرية وإنه التحشيد بالقبيلة ده دعوة للعنصرية ودعوة للقبلية وكده، ده كلام ما مقبول. نحن شهدنا يعني نظار عديل كده ده طلعوا يوم 1/7 باسم قبائلهم، استحسوا قبائلهم على إنهم يقاتلوا مع المتمردين. الوقت داك ما في زول قال دي عنصرية. حصل لأهل المساليت ما حصل، والشعب السوداني ده كله وقف مع المساليت واستنفر للمساليت وبيتكلم عن المساليت وموجوع للمساليت. ما في زول قال دي عنصرية، هي قبيلة واحدة. الآن القوات المشتركة والحركات بتاعت القوات المسلحة اللي وقعت وقت توقيع السلام بتجند في قواتها بقبائلها. ما في قوات، ما في واحد من القوات المشتركة بيجند من ناس خارج دارفور. حتى في دارفور بقبائلهم، يعني ما في زول مجند مثلا من شرق السودان ولا من شمال السودان ولا من وسط السودان. ما في زول قال دي عنصرية. دي الناس عندهم مشكلة دارين يحلوها. يعني هسه بس تقبل العنصرية لما الناس في الوسط ولا في الشمال يكونوا دايرين يحشدوا في منطقة جغرافية اسمها اكس مثلا، سكانها 100 نفر. ال 100 نفر ديل منهم 80 نفر من القبيلة ألف، وال20 نفر تاني من 20 قبيلة تانية. من الطبيعي جدا انه لما يستنفروا ناس ألف ديل يكونوا هنا ديل ما أهل الواطن في الحتة دي، انه يستنفروا الناس ديل ذاتهم معاهم عشان نقوم نكاتل. ما في عنصرية كده، ما في حاجة فيها عنصرية. ده تغبيش، ودي حاجة حتى يعني يمنعوا الناس من انهم يستنفروا يدافعوا عن انفسهم. فأي زول في أي منطقة بس يقول لك الشكرية دقوا النحاس دي عنصرية، ما بعرف الرفاعة دقوا النحاس دي عنصرية، الجعلين دقوا النحاس دي عنصرية. لا، ما في عنصرية هنا. ما خلاص دي غالب سكان الأرض في المنطقة دي بيستنفروا هنا معاهم غيرهم. الليلة المستنفرين في نهر النيل دي فيهم كل القبائل، لكن هاي معظم القبائل الموجودة هنا معظم المستنفرين من الجعلين، لكن أي قبيلة في المستنفرين دي فيه. وكذلك كان في الجزيرة، كان في القضاير، كان في أي حتة، كان في دارفور، كان في كردفان. بيكون معظم الناس المستنفرين من القبيلة حقت المنطقة أو الحكورة. ما في عنصرية هنا، ما في أي عنصرية في الموضوع ده. الناس دارين يدفعوا عن نفسهم، عن الأرض اللي هم ساكنين فيها، والناس هنا متعايشين لهم مئات السنين. ما في زول حصل لزول متزوجين ومصاهرين في أمانة الله، ما في زول قال حاجة. فكونه منطقة جغرافية تستنفر ناس كان في الشمال ولا في الوسط ولا في الجنوب ولا في الغرب، كان في دارفور ولا كردفان ولا في الجزيرة ولا في نهر النيل ولا في تستنفر غالب سكانها للدفاع عن الأرض. احنا قال الخطة بقى استيطان. الناس تستنفر تدفع عن نفسها. ما في عنصرية في الموضوع ده، ما في أي عنصرية. الكلام ده لازم يكون واضح، لأنه دي خطة من المستعمر عشان يهزم المشروع بتاع المقاومة والاستنفار بتاع الناس ضد وجودهم. موضوع بقى في وجود. شوفوا الناس في الجزيرة ده عملوا فيهم كيف. هسه لما خشوا سيديرة ولا خشوا تنبول فرزوا ده شكري ولا ده رفاعي ولا ده نباوي ولا ده جعلي ولا ده شايقي ولا فرزوا حاجة، ما بشيلوا القرية من أولها لآخرها. أي قرية احتلوها ما بفرزوك أنت جنسك شنو ذاته، لا بعين ولا قبيلتك لا بعين، انتوا كلكم فلول وكيزان كلكم بالإجماع. بس فالناس يعني الناس تميز شوية. ما في أي دعوة للعنصرية، كون القبائل تستنفر بنفسها عشان تدافع عن أرضها، عن وجودها هي ذاته، وعن وجود الناس اللي قاعدين معاه وتحميهم هم ذاتهم وقاعدين يستنفروا معاه.